يتحدث هنا القرآن الكريم في سورة سبأ عن القحطانيين. طبعا قحطان هو الجد الأعلى لقبائل اليمن القحطانية العرب العاربة. من أولاد قحطان ولد يدعى جرهم، هم الذين سكنوا مكة، وتزوج إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام إحدى بناتهم. من أولاده ولد يسمى عاد الذي جاء منه قوم عاد. أحد أولاده يعرب، ويعرب جاء منه عبد شمس، هم الذين يسجدون للشمس من دون الله في سبأ وقاموا بعبادة الشمس، وهم الذين أسسوا سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إذن جاءوا عن طريق يعرب ابن قحطان. من أولاده أيضا حضرموت، ومن أولاده أيضا ولد يسمى عمان. إذن جرهم وعاد ويعرب وعبد شمس وحضرموت وعمان كلهم ينتمون إلى قحطان الجد الأعلى. بدأت الهجرات العربية نحو الشمال منذ عام 5500 قبل الميلاد. كانت إحداها إلى وادي النيل والأخرى إلى وادي الرافدين. ما يهمنا أيضا هو الهجرة الثانية التي حصلت حوالي 3500 قبل الميلاد، حيث رحلت القبائل الآكادية أو الكلدانية، ومنهم إبراهيم الخليل عليه السلام. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم في سورة الحج الآية 78. إذن إبراهيم الكلداني هو من العرب العاربة، فقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، حيث سكنوا العراق، وولد إبراهيم عليه السلام في مدينة أور إلى الجنوب الغربي من مدينة بابل. ثم في عام 3000 قبل الميلاد هاجر العموريون وسكنوا عمورو أو دمشق حاليا في منطقة بلاد الشام، ومنهم من العموريين ظهر الكنعانيون الذين سكنوا فلسطين، وظهر الفينيقيون الذين سكنوا الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. في عام 1500 قبل الميلاد هاجر الآراميون وسكنوا بلاد الرافدين، ومنهم ظهر البابليون والآشوريون والغساسنة والمنازرة والأنباط. أما في عام 920 قبل الميلاد انهار سد مأرب عن طريق سيل. نذهب إلى سورة سبأ ونركز عليها. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. إذن في عام 920 قبل الميلاد انهار سد مأرب عن العرب القحطانيين. لكن نجد هنا في الآية رقم 15 الله يصف سبأ بقوله بلدة طيبة، لم يقل قرية ولم يقل مدينة. القرآن الكريم حينما يطلق كلمة بلد أو بلدة على مجتمع سكاني يقصد أنهم كلهم أقارب، فمكة كلها بطون قريش. قال تعالى في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد، لأن كلهم أقارب. إذن توضح سورة سبأ أن القحطانيون هم العرب العاربة الأساسيين. الله سبحانه وتعالى قبل أن يهدم لهم هذا السد هيأ لهم بشكل عملي طريق الهجرة، ورسم لهم طريق الهجرة نحو بلاد الشام. فقال تعالى صراحة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. ماذا يعني هذا؟ قال تعالى: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن الله هيأ قرى على طريق الهجرة كي لا يضلوا ولا يضيعوا في طريق الهجرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة كي لا يضلوا في الطريق. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فهل هؤلاء أبيدوا؟ ورفض أيضا المنطق الكيد والمكر مع الآخرين. فقال تعالى في الآية 33: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. إذن المكر يختلف عن الكيد، فالمكر هو التخطيط فقط دون التنفيذ لإيقاع الشر بالآخرين. فقوم نوح عليه السلام
مكروا مكرا كبارا، قال تعالى ومكروا مكرا كبارا، لكنهم لم ينفذوا بنوح، نوح هو الذي نفذ. إذن المكر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، أي أن الله يفشل خططهم، وليس الله حاشاه ماكرا بذاته. ويمكرون ويمكر الله، أي يفشل لهم هذه الخطط. إذن مكر الليل والنهار. أما الكيد فهو الناحية التنفيذية حصرا، الناحية التنفيذية. لذلك إبراهيم عليه السلام يقول تالله لأكيدن أصنامكم فجعلهم جزازا، أي نفذ فعلا. فالكيد هو الناحية التنفيذية فقط، وليس له أي دلالة على الخبث أو عدم صفاء النية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حتى في سورة يوسف في آخر السورة قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن الله سبحانه وتعالى وضع الناحية التنفيذية ليوسف، جعل السقاية في رحل أخيه. ما يهمنا في النهاية في الآية 46 الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ يعطي أفضل طريقة للتفكير وللأبحاث العلمية. فكي يخلص الإنسان مما يسمى من الضغط الاجتماعي، هذه الآية تنصح أن الإنسان الباحث أو الذي يريد أن يقوم بالتفكير أو الأبحاث حتى في الدراسة المدرسية عليه أن يجلس بشكل مفرد، على الأكثر أن يكون 2. فجاءت هذه الآية وهذه الموعظة في الآية 46 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذن وجدنا في سورة سبأ أنها تحدثت عن العرب العاربة، وكيف أن هذه السورة الكريمة رسمت طريق الهجرات بشكل منطقي. فكل من أراد أن يدرس الهجرات عليه أن يذهب إلى سورة سبأ ويتمعن بها كثيرا. قلنا أنه ورد في سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فصلى الله عليك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته.